الاربع فرق اللي ظاهرين قدامك دول، الاربعه دول بينافسوا على بطوله الدوري. بس في فريق قوي فيهم لازم نتكلم عليه ونلمح انه ممكن ياخد البطوله. يا ترى الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز ولا سيراميكا كليوباترا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. اولا لو بدأنا من البدايه خالص من سيراميكا كليوباترا، هنلاقي ان سيراميكا فريق منظم، فريق قوي جدا، في احتماليه كبيره انه ياخد البطوله بسبب اللعيبه اللي موجوده والمدرب. لو نزلنا تحت على بيراميدز هنلاقي بيراميدز عنده إرادة قوية جدا، ولكن في الماتشات المهمة بيضيعها. عنده لعيبة، عنده مدرب، في فلوس، فبالتالي احتمالية برضو، يعني مش أكيدة ولكن احتمالية برضو إن بيراميدز ياخد البطولة. لو رجعنا على الزمالك هنشوف إن الفريق ده الوحيد ما بين كل الفرق. احنا لسه ما وصلناش للأهلي، اصبر. لو جينا عند الزمالك هنلاقيه الوحيد من ضمن الاربع فرق دول، من ضمن الفرق اللي في الدوري كله ما عندوش فلوس، وعنده 11 ايقاف قيد، ومش واصل والاول في الدوري المصري. فبالتالي شيء غريب، يعني فريق ما فيش فلوس والدنيا مخبطه، ومن ضمن الاربعه المؤهلين ان هم ممكن ياخدوا بطوله الدوري. لو نزلنا تحت بقى عند النادي الاهلي هنلاقي ان الاهلي فريق كبير، فلوس، بينافس على البطولة، ولكن مش مرعب، يعني مش مقلق. انا ما قلقش منه. ليه؟ لان الاهلي بيضيع برضه في ماتشات مهمة، بيضيع وبيكسب برضه بالعافية مش بأريحية. لو بصينا على الزمالك هنلاقيه الوحيد هو وبيراميدز اللي بيكسبوا بأريحية. اما سيراميكا والاهلي تحس ان عندهم مشكلة، بيكسبوا بالعافية. فبالتالي من وجهة نظري اقوى فريق في الاربعة دول هو نادي الزمالك. طبعا ده مش رأيي الشخصي، ده بناء على الماتشات، اخر 5 6 ماتشات في الدوري، فنادي الزمالك يكسب معانا كأفضل نادي واقوى نادي ضمن الاربع أندية او المربع الذهبي. فنادي الزمالك من وجهة نظري هياخد بطولة الدوري، وكمان ده هو رقم 1 في الدوري حاليا، وكمان يعني على وضعه الحالي والمشاكل المادية فهو أقوى نادي حاليا ما بين الأربعة دول. الأربع فرق اللي ظاهرين قدامك دول، الأربعة دول بينافسوا على بطولة الدوري. بس في فريق قوي فيهم لازم نتكلم عليه ونلمح انه ممكن ياخد البطولة. يا ترى الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز ولا سيراميكا كليوباترا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. اولا لو بدأنا من البداية خالص من سيراميكا كليوباترا هنلاقي ان سيراميكا فريق منظم، فريق قوي جدا، في احتمالية كبيرة انه ياخد البطولة بسبب اللعيبة اللي موجودة والمدرب. لو نزلنا تحت على بيراميدز هنلاقي بيراميدز عنده إرادة قوية جدا، ولكن في الماتشات المهمة بيضيعها. عنده لعيبة، عنده مدرب، في فلوس، فبالتالي احتمالية برضو، يعني مش أكيدة ولكن احتمالية برضو إن بيراميدز ياخد البطولة. لو رجعنا على الزمالك هنشوف إن الفريق ده الوحيد ما بين كل الفرق. احنا لسه ما وصلناش للأهلي، اصبر. لو جينا عند الزمالك هنلاقيه الوحيد من ضمن الاربع فرق دول، من ضمن الفرق اللي في الدوري كله ما عندوش فلوس، وعنده 11 ايقاف قيد، ومش واصل والاول في الدوري المصري. فبالتالي شيء غريب، يعني فريق ما فيش فلوس والدنيا مخبطه، ومن ضمن الاربعه المؤهلين ان هم ممكن ياخدوا بطولة الدوري. لو نزلنا تحت بقى عند النادي الاهلي هنلاقي ان الاهلي فريق كبير، فلوس، بينافس على البطولة، ولكن مش مرعب، يعني مش مقلق. انا ما قلقش منه. ليه؟ لان الاهلي بيضيع برضه في ماتشات مهمة، بيضيع وبيكسب برضه بالعافية مش بأريحية. لو بصينا على الزمالك هنلاقيه الوحيد هو وبيراميدز اللي بيكسبوا بأريحية. اما سيراميكا والاهلي تحس ان عندهم مشكلة، بيكسبوا بالعافية. فبالتالي من وجهة نظري اقوى فريق في الاربعة دول هو نادي الزمالك. طبعا ده مش رأيي الشخصي، ده بناء على الماتشات، اخر 5 6 ماتشات في الدوري،
فنادي الزمالك يكسب معانا كأفضل نادي وأقوى نادي ضمن الأربع أندية أو المربع الذهبي. فنادي الزمالك من وجهة نظري هياخد بطولة الدوري، وكمان ده هو رقم 1 في الدوري حاليا، وكمان يعني على وضعه الحالي والمشاكل المادية فهو أقوى نادي حاليا ما بين الأربعة دول. الأربع فرق اللي ظاهرين قدامك دول، الأربعة دول بينافسوا على بطولة الدوري، بس في فريق قوي فيهم لازم نتكلم عليه ونلمح انه ممكن ياخد البطولة. يا ترى الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز ولا سيراميكا كليوباترا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. اولا لو بدأنا من البداية خالص من سيراميكا كليوباترا، هنلاقي ان سيراميكا فريق منظم، فريق قوي جدا، في احتمالية كبيرة انه ياخد البطولة بسبب اللعيبة اللي موجودة والمدرب. لو نزلنا تحت على بيراميدز هنلاقي بيراميدز عنده إرادة قوية جدا، ولكن في الماتشات المهمة بيضيعها، عنده لعيبة، عنده مدرب، في فلوس، فبالتالي احتمالية برضو يعني مش أكيدة ولكن احتمالية برضو إن بيراميدز ياخد البطولة. لو رجعنا على الزمالك هنشوف إن الفريق ده الوحيد ما بين كل الفرق، احنا لسه ما وصلناش للأهلي، اصبر. لو جينا عند الزمالك هنلاقيه الوحيد من ضمن الاربع فرق دول، من ضمن الفرق اللي في الدوري كله ما عندوش فلوس، وعنده 11 ايقاف قيد، ومش واصل والاول في الدوري المصري. فبالتالي شيء غريب، يعني فريق ما فيش فلوس والدنيا مخبطه، ومن ضمن الاربعه المؤهلين ان هم ممكن ياخدوا بطولة الدوري. لو نزلنا تحت بقى عند النادي الاهلي هنلاقي ان الاهلي فريق كبير، فلوس، بينافس على البطولة، ولكن مش مرعب، يعني مش مقلق. انا ما اقلقش منه. ليه؟ لان الاهلي بيضيع برضه في ماتشات مهمة، بيضيع وبيكسب برضه بالعافية مش بأريحية. لو بصينا على الزمالك هنلاقيه الوحيد هو وبيراميدز اللي بيكسبوا بأريحية، اما سيراميكا والاهلي تحس ان عندهم مشكلة بيكسبوا بالعافية. فبالتالي من وجهة نظري اقوى فريق في الاربعة دول هو نادي الزمالك. طبعا ده مش رأيي الشخصي، ده بناء على الماتشات، اخر 5-6 ماتشات في الدوري، فنادي الزمالك يكسب معانا كأفضل نادي وأقوى نادي ضمن الأربع أندية أو المربع الذهبي. فنادي الزمالك من وجهة نظري هياخد بطولة الدوري، وكمان ده هو رقم 1 في الدوري حاليا، وكمان يعني على وضعه الحالي والمشاكل المادية فهو أقوى نادي حاليا ما بين الأربعة دول.